أختكم في الله عائشة مصلوحي، مغربية الأصل وفلسطينية المولد والانتماء من مدينة القدس الشريف. لا زلت والحمد لله والمنة لله أعيش في القدس في البلدة القديمة قريبة جدا من أحد أبواب الأقصى الشريف. الحمد لله رب العالمين. يعني نحمد الله إحنا على نعمة البقاء والثبات على أرض فلسطين الحبيبة وفي القدس الشريف بالتحديد، فالحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله. ونحن يعني طبعا الكل يعرف القاسي والداني بأن فلسطين تحت الاحتلال وأن القدس محتلة. يعني لا نريد أن نبرئ بأن القدس تعيش في حالة أمان ورخاء وسلام، لا، القدس لا تعيش هذا الوضع، خاصة أن يعني الأحياء العربية نحن تحت الاحتلال، نحن تحت نير الاحتلال، ولكن الحمد لله الفضل لله في بقائنا. في البلدة القديمة في الموقع الذي أعيش أنا فيه الحمد لله رب العالمين، أيضا لا ننكر فضل الله علينا. هناك يعني مساجدنا، هناك دكاكيننا، هناك رياض الأطفال، ولكن كله تحت يعني قبة هذا الاحتلال. مساحة صغيرة من الحرية معطاة لأهل القدس، ليس حبا فينا طبعا، ولكن للإعلام حتى لا يشوشوا على هذه المدينة الصامدة التي هي تعتبر البوصلة للمسلمين، حتى لا يشوشوا عليها عالميا، لأنهم يدعون ادعاء باطل بأنها عاصمة هذا الكيان. فلذلك يحاولوا قدر الاستطاع أن يكون الوضع هادئ، وإن تكن يعني أحيانا في ساعات محدودة ينقلب الوضع وكأنك تعيش في سكن عسكرية، بين الحاجز العسكري والحاجز العسكري تجد حاجز، والكل يعني يطلب منك أن تبرز هويتك، البطاقة الشخصية التي تحملها ومكان سكنك، وهذا يعني وضع غير مريح أبدا أبدا، هذا غير مريح الوضع. ولكن سبحان الله الثبات من الله سبحانه وتعالى. يعني الوضع الاقتصادي أيضا يعني ضعيف، لأنه إحنا لا نملك إقامة مصانع لنا خاصة فينا أو مؤسسات كبيرة منتجة، لا يسمح بها، وخاصة في القدس الشرقية. فلذلك يعني ترى الوضع الاقتصادي دائما يعني مستوى متدني أو متوسط. إذا كنا سنجامل الوضع سنقول إنه وضع متوسط، والحمد لله رب العالمين على أي حال. لأنه أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لكثير طبعا من المقدسيين أو أكثرهم، إحنا يعنينا نعمة البقاء، فنحن الحمد لله رب العالمين موجودين مقيمين نمارس حياتنا اليومية بقدر قليل من الحرية، ولكن الحمد لله.